وصفة الفسيخ من الوصفات المصرية القديمة. وأنا بقول كده في بداية الفيديو عشان المتابعين اللي عندي العرب الجزائريين المغاربة التوانسة العراقيين. ده مش سمك ني، ده وصفة مصرية قديمة. ممكن تحول وتشوف وصفة تانية على الصفحة إن شاء الله تنول إعجابك. ده في بداية الفيديو. نيجي بقى لأهالينا وحبايبنا المصريين اللي طلبوا مني إن أنا أعمل فسيخ كمية قليلة عشان يجربوا وخايفين يعملوا كمية كبيرة. الفيديو ده عبارة عن فسيختين اتنين أو سمكتين اتنين، ودي النتيجة النهائية. شايفينه أحمر ومفصص وطري زي الزبدة إزاي، ما شاء الله تبارك الله. في الفيديو ده تعليمي بحت، هتعرفي تعملي الفسيخ وما تشتريهوش من بره، صحي بدون بكتيريا، تكليم، ما يجيلكيش نزلة معوية أو مشاكل معوية لا قدر الله. عايز أقول كمان الفيديو ده طويل شوية بس عشان هو تعليم والمعلومات توصل. في البداية خالص أول خطوة هتجيبي سمك بوري طازة من عند السماك. لو متلج أو بايت عنده ما تشتريهوش، تجيبي سمك بوري طازة حجم كبير زي ما محمد ما بتوريكي كده. الخطوة التانية هتشطفيه تحت الحنفية وتحطي في خياشيمه مية وتحطيه في شفشق كده لحد ما يصفي المية بتاعته في التلاجة لمدة 10 ساعات. تمام، يبقى هنحطه في التلاجة عشان الدنيا حر لمدة 10 ساعات بعد ما شطفناه من المية وحطينا في الخياشيم بتاعته مناديل. مكوناتنا ملح رشيدي ومعلقة من الكركم ومعلقة من الشطة وربع كوباية زيت. يبقى دول أول خطوتين. الخطوة التالتة هنشف الدم اللي خارج من الخياشيم كويس جدا جدا جدا، ودي مرحلة أساسية ومهمة. هي ديت اللي بتعمل البكتيريا الضارة واللي بتعمل العفونة في السمك. والتنشيف بيتم زي ما انتم شايفين قدامكم اهوت عن طريق المناديل، بتنشف الخياشيم من أي دم نازل منها. ده بعد 10 ساعات مرورا في التلاجة. أنا عملته قبل العيد ولسه مطلعه من كام يوم اهو يا جماعة. تمام كده. يبقى دي الخطوة التالتة ان انا هنشف السمك. الخطوة اللي بعد كده ايه؟ الرابعة. همسك السمكية من الظهر هدوس عليها زي ما انتم شايفين كده من ظهرها مش من بطنها عشان ما نخرجش احشائها. والحركة ديت بتعمل ايه؟ بتخلي سلسلة الظهر تتحرك من مكانها، بالتالي تتفسخ بسرعة ويطلع طري زي الزبدة. دي الخطوة الرابعة. نخش بقى في مكوناتنا والشيء الاساسي والمهم. ملح رشيدي بنجيبه منين؟ من عند العطار الكيلو ب 4 جنيه 5 جنيه. معلقه من الكركم ومعلقه من الشطه. اوعوا تجيبوا شطه ناعمه، دي قرون شطه وبنطحنها عندنا في البيت. الشطه الناعمه يا جماعه بتبوظ الفسيخ. الفسيخ بياخد قد ايه؟ كل سمكايه بتاخد كبشه من الملح الرشيد زي ما محمد وريت لكم اهو. يعني السمكتين خدت قبضتين. عملت 10 سمكات يبقى 10 قبضات. انا قبل كده كنت عامل الفسيخ عامل كميات كبيره والناس طبعا كانت خايفه. يبقى الفسيخ دوت عشان اعلمك ازاي تعملي فسيخ في البيت ما تشتروهوش وما تخافيش، كميه قليله اهي. حطينا الملح الرشيدي قبضتين على معلقه الكركم على معلقه من الشطه القرون وانا فارمها ومعلقتين من الزيت عشان نقلبهم على بعض كده يبقوا متماسكين. ونبتدي بقى نحشي الخيشوم كويس بالملح الرشيدي والكركم وقرون الشطه المفرومه. معلش بكرر عشان انا مش بعد كده او بعد الفيديو ده مش هوريكم بقى، يعني خلاص انا عامل فيديوهات كتير جدا للفسيخ، صفحه اتشهرت بالفسيخ. وبعدين نحشي البق بتاع السمكه برضو ملح. يبقى الخيشومين اهمت بنفتحهم، شايفين باينه ان هي حمرا وطازه ازاي. نحشيها من الملح الرشيد دوت وكمان بنحشي البق. طيب جميل جدا. بعد ما خلصنا اهو السمكتين هنجيب ايه؟ انا ما بحطش في برطمان ولا بحط في صفيحه، انا بفسخ في شنط. بنروح نجيب ربع كيلو شنط اسمها شنط صيدليه عشان الشنط تنجح معاكي ويطلع في سيخ زي الزبده اللي شفت في اول الفيديو. وكل الفيديوهات انا على فكره انا بفسخ في الشنط كميات كبيره بال10 وبال15 وبال20 كيلو. بجيب الشنطه اهي وبحط في الارضيه رشه صغيره من الملح الرشيدي واحط سمكه والتانيه عكسها. خطوه مهمه جدا جدا ايه هي؟ ان احنا نفرغ الهواء. تمام. مع احترامي طبعا للناس الفسخانيه المشهورين في كفر الشيخ، احنا ما بنفسخش في برطمانات خشب ولا اي حاجه. انا بفسخ في الشنط وبحط زيت عشان يساعدني على العزل الحراري ويخرج لي الهواء ويحافظ لي على السمكه. الزيت ده مهم جدا. آه كمان زي ما قلت انا بختلف عن بره في ايه؟ ما بينشفش السمكه من الدم. عشان كده انا بقول ده فسيخ صحي. عشان كده بقول فسيخ مش هيتعبك، مش هيجيب لك ضرر. هو مجرد ان انت بتاكل فسيخ متخلل. طعمه جميل جدا جدا، مفيش فيه اي ضرر نهائي. بتلف ام محمد الفسيخ في كام شنطه؟ في 5 اكياس. جميل جدا. وانا كاتب في على الشاشه اهو خروج الهواء من الكيس. بعد ال5 اكياس بالبلاستيك راب هتلفه
بعد ما لفيته بالبلاستيك راب هتعمل ايه؟ هتحطهم في 5 اكياس تاني، يبقى 10 اكياس شنط. انا ماشي معاك واحده واحده خطوات بالترتيب، ما حدش يقول لي بقى ايه ليه كل الشنط دي كلها، انا بعمل كذا. دي يا جماعه طريقتي، وناس كتير جربتها، في ناس عملت الشغل ده وكلت من ورانا لقمه عيش، وكان ربنا جعلنا سبب في فتح ابواب رزق للناس. جربوا الطريقه، طريقه امنه جدا، فسيخ فعلا صحي وطري وزي الزبده. احنا عملناه في الحر، يعني كان قبل العيد ب 10 ايام بالظبط. قعدتوا قد ايه؟ قعدتوا 10 ايام، وادي اللفه شكلها النهائي. اهم حاجه كل يوم نقلب الكيس، اللي تحت فوق واللي فوق تحت، ونحطه في حاجه مظلمه. لو المطبخ عندك حر تتابع الكيس بينتفخ، ما تخافيش، هو ده الطبيعي. بعد ما بينتفخ وبيطلع ريحه في الاول مش مرغوب فيها، بعد كده بترجع الريحه تبقى فسيخ تاني. بعد 10 ايام بيطلع زي الزبده زي ما انتم شايفين، مفصص ولونه احمر وجميل وطري جدا جدا. ان شاء الله هينال اعجابكم، جربوها وقولوا لي زي ما طلبتوا مني، عايزين كميه قليله عشان خايفين نفسخ. جربوا ان شاء الله هيطلع معاكم زي الفل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.